أثار نجم نادي باريس سان جيرمان الدولي البرازيلي نيمار جونيور التكهنات حول مستقبله مع النادي الباريسي، خاصة في ظل التقارير الصحفية الأخيرة التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، حيث قال نيمار في تصريحات صحفية جاء فيها: ريال مدريد نادي رائع جدا وهذا أمر واضح، أي لاعب سينجذب إليه، لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، لكن في باريس أنا سعيد. وارتبط النجم البرازيلي نيمار بالانتقال إلى صفوف النادي الملكي في نهاية الموسم الحالي من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو، حيث قد يضطر النادي الباريسي لبيع أحد نجومه من أجل الامتثال لقوانين اللعب المالي النظيف، والتي قد تؤدي إلى حرمانه من المشاركة في دوري الأبطال، وكذا التعاقد مع لاعبين آخرين. يذكر أن نيمار صاحب ال27 عاما والذي تقدر قيمته السوقية ب 180 مليون يورو كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 222 مليون يورو قادما من برشلونة في صفقة كانت الأغلى في التاريخ، ولعب مع باريس سان جيرمان 53 مباراة وسجل 48 هدفا وصنع 27 آخرين. بدأ فريق ريال مدريد الإسباني البحث عن مدرب لقيادة كتيبته في نهاية الموسم الحالي خلفا للمدرب الحالي سانتياغو سولاري الذي تحوم الشكوك حول استمراره بعد الإقصاء من كأس الملك وضياع الليغا الإسبانية، حيث قالت صحيفة آس الإسبانية في تقرير لها أن هناك 3 مدربين على قائمة الريال من أجل خلافة سولاري الصيف المقبل، في حين يملك سولاري فرصة واحدة للاستمرار في الريال وهي الفوز بدور الأبطال، وهؤلاء المدربين هم